تخيل تبدأ مشروع يجيب لك فلوس من غير ما تحطي ولا جنيه. والله، من غير رأس مال، من غير مكتب، من غير حتى موظفين. يبقى الفيديو ده معمول ليك مخصوص لأي حد نفسه يبدأ مشروع، بس كل ما يبص بجيبه يلاقيه فاضي. أنا جبت لكم أقوى 5 مشاريع تقدر تبدأهم حرفيا من الصفر. مش بس كده، المشاريع دي ناس فعلا بدأت بيها ونجحت. ولو انت حاسس انك انت شخص مش عارف تبدأ منين، يبقى الفيديو ده هيغير تفكيرك 180 درجة. ويلا بينا نبدأ بأول فكرة: إدارة حسابات السوشيال ميديا. يا صاحب، الشركات والمشاريع دلوقتي بيدوروا على أي حد يمسك لهم حساباتهم: الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، ويكونوا مستعدين يدفعوا لو عندك وقت وانترنت وتعرف تكتب بوستات حلوة وتعمل صور على كانفا واي اي. فانت جاهز تبدأ وعمل عرض بسيط ويروج لنفسك على جروبات الفريلانسنج او لينكدين. صدقني اول عميل هيفتح لك باب رزق باذن الله. اما المشروع التاني: البيع بالعمولة. مش لازم تبيع منتجات، تقدر تبيع منتج ناس ثانية وتاخد عمولته. في مواقع زي امازون ونون او جومي، او حتى منصات الكورسات زي يوديمي، عندهم برامج افيليتات، وكل اللي عليك انت تنشر الروابط دي، واذا حد اشترى من خلالك تاخد فلوس. ابدأ بالتيك توك او اليوتيوب او حتى بوستات على فيسبوك. الفكرة دي مفيش اسهل منها، وبتجيب لك دخل حقيقي مع مرور الوقت. اما الفكرة التالتة هي انشاء محتوى على يوتيوب او تيك توك بدون الظهور. لو ما انتش حابب تطلع بوشك، تقدر تعمل فيديوهات تعليمية وقصص ومراجعات، او حتى فيديوهات تحفيزية بصوتك او بصوت روبوت. اهم حاجة المحتوى يكون له جمهور ريتش عالي. استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي علشان تساعدك في انشاء المحتوى الخاص بيك. ادوات الذكاء الاصطناعي فعلا هتساعدك، وممكن مع الوقت طبعا تحقق ارباح من المشاهدات والاعلانات والرعايات، والامور كلها تكون تمام. أما المشروع الرابع هو تقديم خدمات رقمية بسيطة. لو بتعرف تعمل حاجة على الكمبيوتر، سواء تصميم بسيط أو حتى كتابة أو حتى تفريغ صوتي، في مواقع زي خمسات ومستقبل وفايفر هتساعدك كتير جدا جدا جدا. طب هتساعدك بإيه؟ هتساعدك بإنك تبدأ بخدمات بسيطة جدا، بس تنفذ بشرط انك تكون احترافي وسعر قليل كبداية. انا عايزك تعرض خدمتك والسعر يكون قليل في البداية. مع اول تقييم ليك الناس هيبدأوا يثقوا بيك. دلوقتي المواقع اللي زي كده محتاجة، يعني انا شخص مش هدخل عندك الا ما الاقي حسابك عليه تقييمات عالية جدا. لو ما لقيتش، طبعا انا كشخص مش هدخل عليك، هقول ان انت لسه مبتدئ وممكن تنصب عليا واشوف حد غيرك عليه تقييمات. طب انت هتقول انا ممكن ادخل من حساب تاني وادخل واقيم نفسي. هقول لك انه التقييمات بتجي لك لما الشخص التاني يدفع لك، ويجي لك انه لازم يقيمك ضروري. فلازم لما يدفع لك الفلوس يجي لك التقييم. فالتقييم هيجي لك مع الوقت، ما تقلقش جدا. بس المشاريع ديت مشاريع حلوة جدا، وانت نوع، قول انا هقدم لك الطلب بعدين ادفع لي. فكرة المشروع الخامس: اعادة بيع الخدمات. ودي فكرة ذكية جدا جدا جدا، ويمكن مفيش حد عرف بيها، وانت اول مرة تكون سمعت بيها، صح ولا انا غلطان؟ بدل ما تطلب الخدمة بنفسك، انا عايزك تعرضها، ولما حد يطلبها انت تروح تجيبها له من شخص تاني بسعر قليل جدا. يعني مثال: انت هتشتغل كوسيط، بس مش اي وسيط، وسيط ذكي. ده مشروع مربح جدا 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 من غير اي رأس مال ومهارة. انا طلبت منتج معين وليكن اضاءة تصوير، سعرها مثلا وليكن $50. انت هتشوف النوع والشكل اللي انا عايزه، وهتروح هتلف المواقع الكتير جدا. مثلا اخر حد انت وصلت له وليكن $25 بدلا من $50، بوصي عليها وابعتها عليك وانت تبعت لي $50، وكده اكون كسبت $25 هدية. غير بقى اذا انت متفق مع الشخص اللي معاك على سعر معين وليكن $50، وانا ليا $25 حسب لما انا اوصلك عليها، وزي كده كمثلا هدية ليا او عربون او سعري او حق ايدي او شغل ايدي او سعري. فصدقني الافكار دي ممتازة جدا، وانا واثق انه انت مش هتطلع من الفيديو ده غير ما يكون لقيت لك فكرة تبدأ بيها وتنفذها من النهاردة.
من النهارده. وزي ما قلت لك مفيش حاجه اسمها انت لازم تكون معاك فلوس علشان تبدا. انت لو معاك فكره وعندك اداره، صدقني هتقدر تخلق من الصفر دخل محترم. صدقني المشاريع دي كلها مشاريع سهلة جدا، بس بتنبني عليك انت كتفكيرك، عقليتك ونجاحك، اسلوبك ومثلا قدرتك على الشيء هي اللي هتخليك تنجح. فطبعا يعني انا كشخص مثلا قبل ما ابدا منصه اليوتيوب ده، يعني قصه سريعه. قبل ما ابدا منصه اليوتيوب حبيت اني اجرب تجربه من التجارب اللي انا قلتها لكم ديت، وفعلا بدات اشتغل. بس اشتغلت على ايه؟ على الفريلانسنج. وصدقني انا اشتغلت، مش هقول لك ما اشتغلتش، بس بصراحه ما حبيتش الموضوع، لاني لقيت انه في شخص دخل معايا يعني كانه استهدفني، او خليني اقول لك مفكرني عبيط مش فاهم اي حاجه. قال لي انشئ لي، انا عايز احول ملف بي دي اف ومش عارف ايه. تمام ماشي، حولت له الملف، خلصنا. وكان في شخص تاني عايز مقالات، كتبتها له. بعد ما حولت الملف وكده، فكان صاحبي يقول لي هو يعني مكان اصحاب الشركات العاليه كانوا قاعدوا حولوا بي دي اف ومش عارف ايه، وكان كده خلاص اشتغلوا. انا كنت اقول له لا عادي مفيش مشكله، ده يعني شغل عادي، في ناس حابه تبني شركات، في ناس حابه تشتغل زي كده. المهم قعد يقول لي ده كله نصب، وهينصبوا عليك وهيكذبوا عليك وانت هتطلع بالاخر بدون ولا حاجه. قلت له لا مفيش اي مشكله. خلصت الشغل تقريبا في ساعتين، وكان مديني مده 48 ساعه، خلصته في ساعتين. بعته له، رد عليا وقال لي ايه فكرك؟ قال لي ايه؟ قال لي تمام ماشي انا هحول لك. كان مبلغ متفق معاه على 3000 دولار. انت متخيل؟ يعني خلاص هبقى غني. وكنت لو مسكت دولار واحد من الانترنت كنت هعمل حفله ساعتها. دولار واحد هعمل حفله ب10 دولار بعدين، مش يعني كنت هعمل حفله تقدر ب10000 دولار علشان كسب دولار واحد من الانترنت. المهم، ف 3000 دولار وخلاص متحمس. قام جاي داخل على كانفا المحترم، مصمم لي صوره، صورة مثلا كصورة حوالة. واللي حوالتك معلقة، انت محتاج تدفع لنا 50 دولار علشان تحصل على بطاقة وتمشي بها نفسك. بالله عليك حصلت معاك ولا لا؟ بالله عليك قول لي حصلت معاك ولا لا؟ بس كده. انا قلت الا ايه ل 50 دولار عشان نمشي. اقول له طب اخصم ال 50 دولار من ال 3000. اقول لك اخصم 50 وخد لك 50. اخصم 100 دولار من ال 3000. يقول لي لا ممنوع مش عارف ايه، لازم تبعت لنا. والله ما رضيت ابعت، والتعامل كان على التليجرام وكل شيء كان مش كويس. مصور لي البطاقه زي كده، زي بطاقه امازون، ويقول لي اشتريها علشان تقدر تسحب بيها دفعاتك. طب ايه لازم ديت في ديت؟ محدش عارف، لو انت عارف قول لي. وبس كده، هي دي كانت القصه السريعه. اتمنى لو حصلت معاك برضو تقول لي وخلي بالك. فانا طبعا يعني بعدت خالص عن الموضوع ده واتجهت لمنصه اليوتيوب. شكرا للجميع. كان معكم منشئ المحتوى من منصه رمز الفكره، او صاحب منصه رمز الفكره، ابراهيم شفيق. شكرا لكم. ما تنسوش الاشتراك.